اهلا بيكم مشاهدين قناة كابتي في اولى حلقات برنامجكم الجديد اكل مع سبق الاصرار. النهارده زي ما انتم شفتوا الصورة على الفيديو من بره. هنجرب منتجات السوبر ماركت والسناك والحاجات الخفيفة دي. وهنحاول نشوف الحاجات الجديدة اللي نازلة، ايه اخبارها، الطعم عامل ايه، الاسعار، الكلام ده كله، ونحاول نقيمها مع بعض. التقييم هيبقى معانا من 10، وطبعا الاحسن هياخد 10 والاقل هياخد واحد او اقل، يعني زي ما نشوف. حاولنا نجيب منتجات شوية مش معروفة قوي وشوية مش منتشرة علشان نجربها مع بعض. آه، هنبتدي نمد ايدينا نقول بسم الله. آه، في حاجات كتير قوي، في 21 منتج تحت. طيب خلينا نبدأ بأول حاجة. ده في ده سناك اسمه لابوبو. طبعا علشان الفايب اللي حصل للدمية لابوبو، فأكيد يعني المصريين مش هيفوتوها. في ناس بقى السناك بتقول عليه كاراتيه، في ناس بتقول عليه بوزو، أيا كان هو المنتج ده. ده المفروض بيكسب هدايا وألعاب. وده ب5 جنيه. ده بطعم الجبنة، وإنتاج شركة اسمها شركة الفيروز. طيب أول حاجة كسبناها معانا بسكوت. هو مكتوب عليه بسكوت بالتمر، لكن أنا اللي حاسس بيه إن هو ويفر، اللي هو البسكوت المحشي الطبقات اللي ورا بعض. هحاول أصوره لكم. أنا مش عارف بقى ده هيبقى آمن للأكل ولا أخباره إيه. ده لو مكتوب عليه تاريخ إنتاج ولا تاريخ انتهاء ولا أي حاجة، لكن هنجربه معانا كده كده بما انه طلع لنا يعني. ده شكل سناك، الشكل القديم شويه بتاع كلبز، نفس فكره كلبز بس على رفيع شويه. نقول بسم الله. معلش هنجرب واحد تاني. بصوا، هو في طعم الجبنه لكن طعم الجبنه خفيف ومالح، يعني الملح فيه زياده، والطعم كله جاي من الملح على ما يعني طعم الجبنه جاي من بعيد. الكواليتي بتاعته نفسها هو يعني هش وما فيهوش مشكله، لكن مش احسن كواليتي بصراحه. لكن على السعر ده وان هو كسب بسكوت، ف يعني ياخد معانا 6 يعدي. انا خايف. هو المفروض بسكوت بالتمر، انا مش عارف هيبقى ظاهر عندكم كده ولا لا، لكن انا حاسس بيه فعلا ان هو ويفر، يعني هنشوف. اه انا هحاول اطلعه من غير ما اكسره. ده ويفر بالكريمه، يعني حتى مش متماسك. طعمه زيت جدا جدا، وطعم الكريمه اللي فيه بعيد خالص يعني. لا ما حبيتهوش. ده لو هنقيمه هياخد ايه يعني؟ مش عارف اديله حاجه على الباكجينج ولا اديله حاجه على هو ايه يعني. ده حاجه تحت بير السلم طبعا، ده هياخد معانا 1. في كمان عندنا ده نوع تاني اسمه كريسبي تشيكن. المشكله ان هو اسمه كريسبي تشيكن وبطعم اللحمه، ففي ايرور. في ايرور حاصل هنا. وبرده المفروض ان هو بيكسب هدايا. ده سعره على الاغلب 10 جنيه. لا ده 5، انا اسف. ده ب5 جنيه، يعني نفس سعر لابوبو. ده من شركه اسمها الدقهليه، انتاج شركه الدقهليه. استنى نقول بسم الله، هنشوف هيكسب ايه. انا كده فهمت هما ليه مسمينه كريسبي تشيكن، لان هو المنتج نفسه المفروض على شكل جناح او دبوس. انا مش فاهم بالظبط هو شكله عامل ازاي.
هحاول اصوره برضو واحط لكم صوره ليه. بص هو طعمه وحش جدا، يعني نركنه بس دقيقه، يعني ان انا حاسس المفروض ان هو بيكسب، فانا عايز اشوفه بقى هل هو كسبنا حاجه ولا لا. انا شايف كيسه كسبنا لبان على شكل بيضه. دي انا مش هجربها يعني يعني انا مش عارف انتوا سامعين ولا لا. انا مش عارف ايه ده، فدي انا لا انا مش هجرب. بالنسبه لده هدوق واحده كمان. هو مش عاجبني فعلا، انا بدوق عشان اقول لكم، مش بدوق عشان هو عاجبني. هي طعم الذره عالي فيه، يعني هو في طعم ذره عالي قوي، والملح بتاعه هو اللي طغى على الطعم، يعني مفيش نكهه قوي، وكمان تحسه مجلد شويه، يعني مش كريسبي قوي. هو صوته عالي بس هو مجلد، يعني في عضه كده في الطعم بتاعه، او سوري في القطمه بتاعته. نفصل بقى بشويه ميه عشان نحلي. مم. بصوا دي شوكولاته لارج. المفروض الشوكولاته دي انتجتها نفس شركه لارج اللي كانت لارج سوري، اللي كانت عامله الكيكه اللي كانت واخده الترند في فتره، اللي كنا بنحطها في الميكرويف وتبقى مولتن كيك. فنسمي ونقول بسم الله، هو بيعمل حاجات حلوه بصراحه. ريحه الكاكاو فيها عاليه قوي، لكن اللون بتاعها برضو تحسه الشوكولاته مش ميلك شوكليت، يعني مش حليب. هي من جوه مش شوكولاته، هي طبقه شوكولاته من بره ونوجا، سوري مش نوجا، توفي. والتوفي محشي من جوه على الاغلب كراميل وشوكولاته. طعمها حلو، مش وحش، لكن انا اتفاجئت ان هي مش شوكولاته. كان في منها الوان تاني بس انا جبت ده، فمش عارف الالوان التانيه ليها اطعم تاني ولا هو كده بس. اه احنا ما قيمناش اللي فات. اللي فات ده هياخد 4، دي هتاخد معايا 5. يعني هي طعمها حلو ومش وحش، لكن ما يعلاش اكتر من 5 بصراحه. وكمان ان هي مش شوكولاته دي فاجئتني انا، ده مش ذنب الشركه يعني. ما بتخلصش، عمال احاول اخلصها ما بتخلصش. آم، ده طبعا محبوب الجماهير بيمبو في حلته الجديده. الله يرحم ايام ما كان بيجي في ورقه لونها ذهبي كده، اتطور وقال علينا. اه شوكولاته لارج اللي انا لسه مجربها دي، الواحده عامله 2 جنيه. آه تقييمها انا قلت هقيمها ب5. بيمبو ده ب5، انتاج شركه كورونا. انا عمال احاول اخلص اللي في بقي، مش قادر تخلص، وعمال اتكلم. فبرضه نفس بشويه ميه كده. نقول بسم الله. طبعا انا ده مش هيتقيم. ده خارج التقييم، لان كلنا عارفين بيمبو. بس انا حبيت احطه في الحلقه لانه الشكل الجديد، وكمان هما بس لو هي شوكولاته قليله شويه، مش عارف واضح عندكم ولا لا، لكن الشوكولاته مش مغطيه كله،
وطبقه خفيفه خالص. طعمه حلو جدا، يعني هياخد لو هقيمه هياخد 8، لكن انا مش حابب اقيمه. كان في نوع تاني بيمبو برضو اللي احنا اكلناها دي، ده هيزل نط بكريمه البندق. آه، لحظه بحاول اشوف لكم النوع التاني. ده بيمبو شيكو ماكس، شوكولاته اكتر يعني، فهنشوف. هو طعم البندق فعلا باين في التاني، في لمحه بندق باينه، بس هي الفكره ان هو يعني حتى مكتوب كده بطعم البندق، هو مش بندق طبيعي يعني، ما فيهوش بندق، لكن نكهه البندق نفسها موجوده. ده فعلا الشوكولاته اللي عليه اعلى وبنفس السعر، فاعتقد ان ده المفروض ان هو الكلاسيك اللي ملوش اي طعم زياده، يعني هو بسكوت بالشوكولاته هنا البسكوت نفسه مخبوز بالشوكولاته، غير التاني كان البسكوت بتاعه ابيض. انا حبيت ده اكتر، يعني لو التاني اخد 8 ده هياخد 9 مرتاح. ده الشوكولاته فيه احسن، الطعم فيه حبه اكتر يعني. حلينا لحد ده بقى. ده بوب كورن بطعم الفراخ، اسمه شيل اوت. الباكجينج بتاعه حلو جدا، انا يعني في مط الباكجينج نفسه مط، وفيه كلمه شيل اوت فيها جزء ذهبي بيلمع، فبصراحه مديله قيمه وفخامه كده. ده سعره عامل 10 جنيه، سوري. فنسمي الله ونجرب. بص، البوب كورن نفسه او الفشار صغير خالص، مش زي ما احنا كنا متعودين مثلا من شركات تانية. انا حاولت ان الحلقه النهارده ما يكونش فيها اي حاجه مقاطعه، لكن لو هقارن ده مثلا بشيتوس بوب كورن، لا طبعا التاني اكبر، لكن انا حاسس هنا ان الطعم مغطي الفشار اكتر. فهنسمي اللون دوق. هو في نكهه فراخ، لكن بصراحه انا مش حاببها على على البوب كورن. ده طبعا تفضيل شخصي، وكمان الفشار نفسها صغيره وفيها طعم محروق، يعني لو لقيتكم في حاجات فعلا محروقه، فبصراحه ده ما عجبنيش، والمشكله ان احنا جايبين منه 3 اطعم، فان شاء الله خير يعني ما نلبسش في حاجه تاني. لو هقيم ده هياخد 4. الاربعه عشان الباكجنج بس. في معانا ده انتاج شركه الدهليه اللي كانت عامله لنا شيكن كريسبي. ده اسمه نسر الصعيد، ده ب5 جنيه، والمفروض برضو ان هو بيكسب، فهنشوف. ودي المكسه مصاصه طبعا مجهوله الهويه برضو، لا تاريخ انتاج ولا اي حاجه، على الاغلب ان هي بالتفاح الاخضر، فانا ما تستنوش ان انا هجرب دي برضو يعني، انا اسف. خلينا نفصل الاول وندوق خلينا ندوق المنتج نفسه. هو نفس الشكل بتاع اول منتج جربناه، ونفس المشكله. طعم الكورن نفسه عالي قوي، طعم الذره عالي جدا، وطعم الطماطم موجود، هو ده المفروض. بس في حاجه بقى،
هو هنا مديني علامه ان هو مخبوز مش مقلي، يمكن عشان كده العضه بتاعته او التكستشر بتاعه فيه في عضه او تجليده. انا مش عارف اذا كان هو ده السبب ولا لا، بس هي حاجه صحيه يعني، فممكن نزوده درجه علشان دي. بس هو الطعم زي ما قلت ان هو الذره فيه اعلى، وفيه طعم كاتشب. هو بالكاتشب مش بالطماطم، هو مرسوم عليه طماطم وكاتشب، وكمان مش هو مكتوب عليه توميتوز بس انا حاسس بطعم كاتشب. آه ما حبيتوش برضو بصراحه. كمان الهدايا مش عجباني خالص. انا سمعت ان كان في سبائك دهب وحاجات كده، فده هياخد معانا 5 علشان بس حته ان هو مخبوز مش مقلي. وكمان الكواليتي بتاعه متوسط، يعني هو مش ارضى حاجه. في حاجات انا عارف ان في حاجات في السوق ارضى من كده بكتير. نرجع نحلي تاني. خلينا نجرب ده ويفر لارج بالشوكولاته. المفروض ان الويفر نفسه دارك. هو مكتوب عليه كده بسكوت ويفر بالكاكاو محشو كريمه بالشوكولاته، او محشي كريمه الكاكاو، سوري. فنسمي الله. هو البسكوت نفسه بني فاتح، مش غامق، يعني لو حطيته جنب العلبه لا طبعا هيفرق. هحاول اصوره لكم صوره. هو البسكوت بتاعه فاتح. الريحه بتاعته مش عارف احددها بالظبط. هي عباره يعني هي في ريحه كاكاو، بس الكاكاو بديل زبده الكاكاو مش كاكاو. معلش بس نشوف المكتوب على بصي، هو في بودرة كاكاو من 10 ل 12%. وبعدين مكتوب مكسبات طعم ورائحة مماثلة لطبيعة الكاكاو، فيعني الريحة اللي فيه والطعم مش 100% طبيعي. ونسبة الكاكاو فيه قليلة جدا، يعني المفروض ان هو كاكاو محشي جوه ويفر بالكاكاو، يعني المفروض يبقى الكاكاو نسبة الكاكاو فيه أعلى من كده. فهنسمي ونقول بسم الله. ده عامل 10 جنيه على فكرة لو انا ما قلتش السعر. انا مش ضايق طعم الشوكولاتة، ضايق طعم السكر. يعني هو فيه نسبة سكر عالية. الويفر البايك بتاعته حلوة، العضة بتاعته جميلة مقرمشة. لكن لو انا بحب الشوكولاته وجايبه عشان انبسط بطعم الشوكولاته لا خالص. هو الكواليتي بتاعته برده كويسه مش وحشه، فعشان كده هياخد معانا 6. ده مندولين ويفر. ده منتج الجديد من مندولين، جايبينه النهارده عشان نجربه. نفصل بس عشان ده ويفر بالشوكولاته وده ويفر بالشوكولاته ما يدخلوش على بعض. مندولين دي عامله 5 جنيه. معلش لو نسيت اقول سعر اي منتج ان شاء الله هحاول اجيبه لو كنت نسيته. ولو عارف سعره وما قلتوش هحاول اكتبه لكم في المونتاج يعني. بص انا مش شامم فيه ريحه شوكولاته خالص. بس ده طعمه احلى بكتير قوي من القرش اللي فات. هنا الويفر ابيض مش بني شبه القرش، ومحشي كريمه شوكولاته ومتغطي بالشوكولاته. لا طعمه كويس، بس طبقه الشوكولاته عليه خفيفه، وبرده نسبه بديل زبده الكاكاو فيها اعلى.
يعني مش حاسس ان دي شوكولاته طبيعيه، بس طبعا ب5 جنيه، يعني احنا بنتكلم في سعر ولا حاجه. فلا دي هتاخد معانا 9. نرجع بقى نحدق تاني، مع ان عندي المسكر اكتر، بس عشان الواحد هيبتدي بقى كده يدوخ من المسكر فنفس. ده بوب كورن شيل اوت توميتو، طعم الطماطم، ينطبق عليه كل ما سبق. عاجبني جدا فعلا شكل الباكجينج، بس انا برضو هقول حاجه، يعني هم لو الباكجينج ده في سعره وتكلفته في المصنع اعلى من الباكجينج العادي، لا كنت خليت الباكجينج عادي واديتني كواليتي من جوه احسن. انا ما قلتش ده انتاج شركه ايه. آه، هو مكتوب عليه حلال، صنع في مصر، مطابق للمواصفات المصريه. يعني مش مكتوب اسم شركه. طبعا اعرف شيل اوت دي بنزينه يعني ما علينا. اه انتاج الشركه المصريه الخليجيه للصناعات والاغذيه الخفيفه. كمان كاتبين ايه بقى؟ انغمس في القماشه المثاليه مع الفشار اللذيذ الذي لا يقاوم، لا يقاوم عادي، مصنوع بعنايه واهتمام، ممتلئ بالنكهات المميزه، يتم تحضير الفشار الفاخر بدون زيت من خلال ضغط الهواء، مما يجعله خيارا صحيا طعمه رائع. برضه فكره ان هو هيلسي وما فيهوش زيوت، دي حاجه كويسه بصراحه. لكن يعني برضه زي ما اهتمينا ان هو يكون صحي، نهتم ان هو يكون الكواليتي بتاعه عالي. احنا مختارين تقريبا نوع حبوب ذره فشار، مش عايز اقول ارضى حاجه، بس فعلا ضعيفه جدا. وبعدين لو ده بضغط الهواء، في الحاجات المتحروقه اللي كانت في الكيس اللي فات جت منين يعني؟ مش فاهم. هنبتدي ندوق اللي وقعوا دول، نقول بسم الله. هو نفس نوع الفشار، الطعم هنا يعني حاسه طماطم بالخل، مش طماطم ساده. في افتر تيست كده غريب. في افتر تيست كده ما حبيتوش خالص، وحش فعلا. إيه، هياخد 4 زي اللي فات، وبرضه ال4 عشان الباكجينج، وحتى مش هزود حاجه عشان هو لسه. طيب احنا محتاجين كده دلوقتي نفصل بحاجه نشربها. معانا في 7، ده طعم اول مره اشوفه. هو الفكره ان هو مش مكتوب عليه حاجه بالعربي خالص، غير يعني مشروب غازي مش عارف ايه، لكن الوشين هنا انجلش. ده اول مره اشوف الطعم ده، مش عارف هو موجود من قبل كده ولا لا. ده انا كنت فاكره فراوله وجريب فروت علشان الرسمه اللي مرسومه عليه. لكن هو مكتوب عليه فراوله وليمون. ف هنسمي بسم الله ونجرب. الستيم فيه عالي، واضح من الفرقعه دي. ريحته لبان جدا، في ريحه لبان بالفراوله كده ضربت، فربنا يستر. ده ريحته ولونه لبان، يعني هو بامبا مش احمر مش عارف برضو ده باين عندكم ولا لا. يمكن انا عشان الاضاءه ضاربه عندي فانا شايفه من الناحيه دي كده، لكن حتى لا، هو لونه بامبا فاتح. ريحته البان جدا، وكان في ريحه مصاصه برضو نفس الريحه دي بالظبط، مع لسعه ليمون كده. بسم الله. لا هو
طعمه بقى العكس، يعني هو ريحته البان ولسعه ليمون خفيفه، طعمه ليمون جدا وليمون ممرر، في افتر تيست مرار خفيف كده. وطعم اللبان او الفراوله، لو دي فراوله المفروض فجاي من بعيد خالص. ف مش عارف يعني، انا مش عايز احكم على في 7 بالذات لان ليها ناس بتحبها كتير، بس انا تقييم الشخصي ليها ده هياخد معانا 5. آه هنجرب كمان شوكولاته اسمها قمره. قمره دي انا جربت منها كذا حاجه، كان في منها نوع بالكراميل، محشي كراميل، دي شوكولاته محشيه كراميل. وكان فيه نوع تاني شوكولاته ساده، الاثنين بصراحه عجبوني جدا. دي لقيتها بقى جديده، دي بالبلو بيري. دي سعرها 10 جنيه. في 7 تقريبا سعرها 13 جنيه او حاجه كده، يعني هشوف وهقول لكم، دي ناسيها فعلا. دي سعرها 10 جنيه، كانت عجباني قوي بالكراميل، بس ما لقيتهاش مع الاسف وانا بجيب دي. فهنجرب دي دلوقتي، بس نفصل الاول بميه. ريحه الكاكاو فيها عاليه. أه برضو احاول اشوف اهو مكتوب فيه اي نسبه او حاجه. هو المفروض نجيب البلو بيري، لكن في المكونات مكتوب لب فراوله، لب فراوله يعني فراوله نفسها، مش مكتوب بلو بيري خالص. مكسب طعم ورائحه مماثل للطبيعه التوت. آه، مش شايف نسبة كاكاو أو حاجة، مش مذكورة. ف هندوق بقى، هنحكم من خلال الطعم. دي شكلها بتيجي مستطيلات كده. قول بسم الله. امم بصوا، هو اللي جوه ده لونه عامل شبه المربى، شبه شفاف، موف، بتعدي منه الإضاءة يعني. حاسه شوية مربى، مش حاسه مأثر خالص على طعم الشوكولاتة، أو طعمه ما جاش معانا يعني. يا إما اللي أنا جربتها، هشوف دي يعني، هاكل دي كمان نشوفها. لا، الطعم ما جاش، هي كشوكولاته هي عجباني، حلوه وسعرها كويس. برضو 10 جنيه في الشوكولاتات ما مش حاجه يعني. لو هقيمها كشوكولاته لوحدها هتاخد 9، طبعا بالنسبه لسعرها. لو هقيمها كشوكولاته بالبلو بيري، لا هتاخد 5، اللي ما فيهاش طعم البلو بيري خالص، وده هينزل من التقييم كتير. نرجع بقى نحدق تاني. آه ده برضو مع الاسف انا مش بضطهد الشركه، لكن هو من انتاج شركه الدهليه. احنا جربنا حاجتين منتجين وكانوا صعبين. ده اسمه تورنيدو بطعم الشريمب، طعم الجمبري. هو فكرني زمان كان في منتج اسمه سو ماتش، كان بيبقى مرسوم عليه فهد او نمر حاجه كده، لو حد فاكر اكتب لنا في الكومنتات. صحيح. ما تنسوش يا جدعان تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب علشان الحلقات الجديده تجيلكم. واكتبوا لنا في الكومنتات لو حد فاكر السو ماتش اللي انا كنت بقول عليه ده، يوصف لنا شكله وكنت بتحبوه ولا لا. انا مش هان على اجربه انا خايف. يلا نقول بسم الله. هو عباره عن كور طبعا، ده كبيره شويه عن سو ماتش او النوع اللي بيتشرب.
كان في فتره كده حتى بيتهيألي شيتوس كانوا عاملين نفس الفكره، بس دي الكور كبيره شويه. مم. ده طعمه احلى شويه، كمان ما فيهوش في حته التجليده دي، ومش مكتوب عليه بقى اذا كان مقلي ولا لا. آه كمان حراق، فيه شطه، مع انه مش مكتوب عليه ان هو مشطشط، يعني هو مكتوب عليه طعم جمبري. هو برضو يعني ما فيش قوي ريحه الجمبري ولا طعم الجمبري برضو. هو فيه توابل مالح، القطمه بتاعته كويسه. فانا لو هجيب انا عموما ما بحبش الشطه خالص حتى لو حاجه خفيفه. هو الشطه اللي فيه مش عاليه، لكن انا ما بحب الشطه دي، ده تفضيل شخصي برضو. فلا هو ككواليتي احسن بكتير من الحاجات اللي فاتت. كطعم احسن، طعم الذره باين برضو لكن مش بنفس القوه بتاعت المنتجات اللي فاتت. فده ياخد معانا 7. 7 كويس جدا عليه، وكمان كويس للناس اللي بتحب الشطه. يعني انا ما قيمتوش بس من وجهه نظري، انا كمان زودت له فكره ان هو مشطشط، في ناس بتحب الشطه. فلو تقييما الشخص هياخد 5، ياخد 6 علشان ما اظلموش. لا، لو ان احنا كنا مدين واحد تاني 5، فلا ده هياخد 6. ولو بتحب الشطه ياخد معاك 7 8 زي الفل. لا 8 تقييم عالي قوي، هو 7 كويس عليه. معلش هو محيرني لان الحاجات اللي فاتت حاططها في اعتباري. ف نرجع نفصل ونحلي. انا خلاص. انا كده محتاج فعلا اريح لساني شويه بعد الشطه دي علشان نعرف ندوق. آه، خلينا نجرب لارش كمان مره ويفر، لكن ده بالكريمه مش بالشوكولاته. بسكوت ويفر محشو بكريمه بطعم الفراوله. مش عارف لساني ماله النهارده بقى. ف ده سعره برضو 10 جنيه. المنتج اللي فات سعره 5 جنيه. هنا الويفر نفسه ابيض. بصراحه حاسس انه الكواليتي بتاعته كويسه، الكريمه بتاعته كبيره. آه، ريحته كمان كويسه، وفيها ريحه الكريمه حلوه قوي. هو السكر فيه عالي برضو في الكريمه نفسها. طبعا الويفر ما فيهوش سكر عالي، لكن الكريمه نفسها عاليه. طعم الكريمه كله جاي من السكر، فيه شويه روايح. لكن هو ككواليتي هو كويس، عاجبني يعني، عاجبني كعجينه كتغليف. كشكل كمان شكله حلو. حاسه حاجه كويسه، مش حاجه سيئه يعني. لكن هو الفكره كلها في الطعم، هم محتاجين يظبطوا بس حته الطعم دي شويه. لكن هياخد معانا 7 مرتاح. ده بقى جاكور. طبعا معروف، انا جايبه علشان ده طعم ليمون حلو. هو جاكور نزل كذا طعم جديد، فده ليمون حلو. انا جربته قبل كده بصراحه وعجبني، فقلت اجربه معاكم قدام الكاميرا. افصل بس بشويه ميه علشان لسه الشطه مأثره على لساني. ده سعره 10 جنيه. في ريحه توابل عاليه قوي، مش بس ريحه ليمون يعني انا شامم ريحه كمون. هو مش عارف، مش مكتوب خالص، بس انا فعلا شامم ريحه كمون. يعني اي حد بيطحن كمون هيبقى عارف الريحه اللي انا بتكلم فيها دي. ما فيهوش ريحه طعم الكمون.
يعني في طعم زي كمون خفيف خالص جاي من بعيد قوي، هو مش مكتوب عليه، انا بوصف لكم الطعم بس. طعم الليمون فيه حلو، ملحه مظبوط، القرمشه بتاعته مظبوطه، فده كويس جدا. ده تفضيلي انا الشخصي، ده ياخد معانا 10. هو ب 10 جنيه واخد 10 من 10. لا كويس، كويس يا جاكور. ده باف كورن. آه نجرب كمان. نرجع بقى للحلو. دي كيكه اسمها افتر 7، برضو مش مع الاسف مش متذكر سعرها، لا دي سعرها عامل 5 جنيه مظبوط. هي شركه ايه بقى؟ مش عارف لسه. دي المفروض ان هي زي بديل للهوهوز، لكن الكريمه بتاعتها شوكولاته، مش كريمه فانيليا. في ختم مكتوب عليه اي ام ام، لكن مش عارف بقى ده اسم الشركه ولا ده حاجه تاني. فنقول بسم الله. بص انا لو وريتكم الصوره هنا، هو الشوكولاته دارك قوي قوي، يعني انا مش هتعرف تحدد شكل الكيكه قوي من الصوره هنا، لان هي دارك جدا، لكن لما تيجي تفتحها كده تتفاجئ ان هي يعني مفيش دارك خالص، هي لونها يعني بيضه تقريبا، يعني فيها نسبه كاكاو ضئيله خالص. الحشو اللي جوه كمان مش عارف، يعني هي المفروض على حسب الصوره، ولا اللي انا كنت متوقع ان هي تبقى متغطيه بشوكولاته من بره، فلا مفيش الكلام ده، هي كيكه بالكاكاو، والكاكاو نسبته خفيفه جدا. ريحتها يعني فيها ريحه كاكاو، لكن ما فيهاش ريحه كيكه. فنسمي الله، نقول بسم الله، ندوق. هي ما فيهاش طعم كيكه، يعني انا مش دايق طعم بيض ولبن والكلام ده، لا مش قادر. الحشوه اللي جوه فيها سكر بالكاكاو، يعني فيها قرمشه السكر كده تحت اسنانك. أه حاسس ان نسبه السكر فيها عاليه، وفي افتر تيست مرار، على الاغلب ده بيجي من محسنات الكيك الزياده، فلا ما عجبتنيش، لكن هي كملمس كيكه، لا الملمس بتاعها كويس، فدي هتاخد 4. هنا معانا شوكولاته اتش دي بقى لها كتير في السوق، لكن بصراحه انا ما جربتهاش، فقلت اجربها معاكم هنا. دي برضو مش فاكر سعرها للامانه، هحاول اجيبه واحطه، ولو ما عرفتش بقى اعذروني. اه دي تقريبا فيها سوداني او حاجه. اه اتش دي شوكولاته بالسوداني، بتيجي مستطيلات كده، مش عارف ظاهره عندكم ولا لا. ريحه السوداني فيها عاليه جدا، ريحه الكاكاو ما جاتش. آه، هي المكونات سكر وبديل زبده الكاكاو، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وكاكاو بودره ولبن بودره. على الاغلب دي هتبقى عامله في حدود من 5 او 10 جنيه، يعني مش اغلى من كده. قول بسم الله. اللي بيحب السودان هتعجبه جدا، اللي ما بيحبش السودان مش هتعجبه. بعدين طعم السوداني هنا يعني حاسه شويه سوداني قديم، مش سوداني فريش او سوداني كواليتي عالي، لكن طبعا بالنسبه لسعرها فهي مقبوله جدا يعني. الشوكولاته لا مش احسن حاجه،
في ملمس دهني كده بيجي في بقك وانت بتاكل. فدي هتاخد معانا يعني عشان الناس بس اللي بتحب السوداني، دي هتاخد معانا 5. نرجع بقى نحدق تاني. ده شيل اوت بوب كورن بالجبنه. وانا بالنسبه لي بصراحه البوب كورن يبقى جبنه، يعني ده احسن طعم بحبه فيه. و وفي شيتوس بوب كورن انا كنت بحبه قبل المقاطعه، فان شاء الله يعني ده يا رب يعوضنا، ما يتلفش عملنا شبه اللي فاتوا. نفصل بس بميه. نسمي ونقول بسم الله. ريحه الجبنه فيه كويسه، ريحه البوب كورن كويسه. حاسس هنا ان البوب كورن اكبر شويه واحسن حاجه بسيطه من، يعني هو مش احسن حاجه بس لا احسن من اول واحد فتحناه، وكمان احسن من تاني واحد. فبدايه مبشره ان شاء الله. نقول بسم الله. طعم الجبنه فيه خفيف، هو فيه لون برتقاني كده ملطش عليه، مش كله متغطي برتقاني، يعني حتت وحتت. طعم الجبنه خفيف فيه لكنه احسنهم، يعني ده احسن مش عايز اقول احسن وحشين، لكنه لا مقبول جدا. ككواليتي الفشار نفسه لا انا ممكن اجيبه واكله عادي، ما عنديش مشكله فيه، لكنه مش اعلى حاجه، يعني ده هياخد معانا 7 كويس جدا عليه. وهو الحمد لله عوضنا شويه عن اللي فات. في معانا توتو، ده بسكوت متغطي بالشوكولاته البيضاء محشي مارشميلو. فنقول بسم الله. ده شكله. البسكوت نفسه من جوه بني، الشوكولاته البيضاء اللي عليه برضو طبقه خفيفه مش عاليه. بسم الله وندوق. البسكوت طري قوي، يعني لا هو منه كيكه ولا هو منه بسكوت. يعني لا لا خالص، في طعم الدهون عاليه. انا مش عارف احدد الدهون، يعني ده طعم زيت ولا زيت مكمكم ولا سمنه ولا دهنه بتاعت حيوانات، دهنه اللي بتبقى في اللحمه دي ولا ايه. ده توتو انتاج شركه كمارة، هياخد معانا 2. المارشميلو فيه طعمه برده مش واضح قوي، هو لونه ابيض، ومع الاسف انا جايب منه اللي بالشوكولاته الدارك او بالشوكولاته البني، يعني هنجربه وربنا يستر بقى. ناخد الاثنين ورا بعض كده، يبقى كده فاضل معانا اخر منتج بعد ده. زي ما قلنا ده توتو، هو المفروض برضو بسكوت محشو مارشميلو مغطى بالكاكاو. احنا خلينا نتفق ان ده مش بسكوت، يعني يا ريت شركه كمارة تهتم شويه بالكواليتي. هو التغليف بتاعهم كويس، ما عنديش مشكله فيه خالص، لكن الطعم فعلا ما في الشوكولاته البيضاء دي ما عجبنيش خالص، مع اني من محبين الشوكولاته البيضاء يعني. هنا ريحه الكاكاو كويسه، بيتهيألي طبقه الشوكولاته كمان اكتر شويه من الشوكولاته البيضاء. ندوق ونقول بسم الله. برضه عندنا نفس المشكله بتاعت ان البسكوت طري لكن مفيش طعم الدهون اللي كانت موجوده في التاني. ده طعم مقبول جدا، طعم الكاكاو واضح فيه.
الناس اللي بتحب الحاجه بالكاكاو هيعجبها. فالحمد لله ما لبسناش في الاثنين يعني. فده هياخد معانا 7. معانا اخر منتج اسمه شيكا. انا كنت جايبه على اساس انه شيتا وطلع شيكا. حاسه واخد جدا الستايل بتاع شيتوس، التايجر واللون البرتقاني وحته تغطيس الجبنه، يعني رايحين الاتجاه ده قوي. وبعدين ده مش بافس، ده كرانشي. انا بحاول اجمع الاسم فقريته بصراحه. هو ده كرانشي اللي هو بيبقى ناشف شويه، ده برضو نفس اتجاه شيتوس. انا بصراحه بحب ده اكتر من البافس، فهنسمي ونقول بسم الله. ريحته حلوه جدا، اللون بتاعه برتقاني برتقاني قوي، فواضح ان النكهه فيه عاليه. بس طبعا هندوق ونحكم. طيب ده طلع مقاطعه من انتاج شركه امريكانا، لكن انا علشان جبته وفتحته هدوقه، لكن فعلا انا ما كنتش اعرف موجود هنا امريكانا، لكن انا ما خدتش بالي خالص واحنا بنجيبه. فهنسمي الله وندوق ونديله تقييم. بصوا اللي انا هقوله ده قد يبدو غريب، لكن مع اول قطمه اخدتها حسيت بطعم لبن، فانا مش عارف ده كان ايه. وبعدين بقى جه طعم الجبنه، وطعم الجبنه فيه حلو جدا، القرمشه بتاعته كويسه. فهفصل بميه وارجع ادوق تاني اشوف موضوع اللبن ده هيجي معايا، ولا ده كان بسبب التوته اللي قبله القطم دخلت في بعض. ربنا يستر. انا حاسس ان انا بطني هتموتني بقى بالليل على حادق، على حلو، على منتجات غريبه. وكمان في كام حاجه هنا ما كانوش حلوين خالص. لا هو في اول ما تحطها في بقك كده تحس بطعم لبن جاي من بعيد شويه، لكن انا ضايقه. كمان هو مكتوب عليه يحتوي على حليب ومشتقاته وحبوب جلوتين. فاللي عنده حساسيه من الجلوتين ما ياكلش ده، واللي عنده حساسيه من اللاكتوز برضه ما ياكلش ده. هو كده كده مقاطعه فما تاكلوش ده. آه، انا برضه مش هقيمه، علشان زي ما قلنا ان هو مقاطعه وما حدش يجيبه. فكده تبقى خلصت حلقتنا. ومعانا الجاكور ده هو منتج الحلقه النهارده. طعم كويس جدا عجبني، هو الوحيد اللي اخد معانا 10. الكواليتي بتاعه حلو جدا، التغليف بتاعه كويس قوي. اكتبوا لنا في الكومنتات لو في حاجات تاني عاوزيننا نجيبها ونجربها. وبس اشوفكم الحلقه الجايه.